عارفين جملة أكون أو لا أكون بتاعت شكسبير؟ ده حال الزمالك في ماتش سموحة اللي جاي. دوس لايك واشترك لو انت مش مشترك وتعال أقولك. الزمالك رايح يلعب سموحة في أجواء صعبة جدا على ملعب سموحة، برج العرب طبعا. أجواء صعبة جدا ليه؟ الزمالك لسه خسران من الأهلي 3. بعد ما كان خلاص لو كسب الماتش ده كان خلاص كده ضمن الدوري بنسبة أكتر من 90%. ولكن هو تعثر، وقع. لا يعني حصل يعني ايه اللي هو خلاص، يعني قدر الله ما شاء فعل. نبدأ في بعد كده، بس هو ده. اللعيبة كلها بقى ايه، نفسية واقعة. ومش تعثر الأهلي بس، يعني مش تعثر ماتش الأهلي بس، ده تعثر ماتش إنبي كمان اللي قبل الأهلي. ف اللعيبة نفسيتها في الأرض. فالماتش ده اكون او لا اكون، من الاخر زي ما اخونا شكسبير قال كده. الماتش ده حياة او موت، يا تكسب تكمل وهيديك دفعة ان انت هتروح بعدها هتسافر عشان تلعب نهائي الكونفدرالية في الجزائر. هتكون واخد دفعة رايح، واخد دفعة. غير كده خسرت، هتروح فاقد الامل، تترزع في الجزائر وهتيجي هنا تخسر. وانا بقولك الماتش ده هيحدد حاجات كتير قوي. الماتش ده بتاع سموحة هيحدد حاجات كتير قوي. ال11 اللي هينزلوا لو مش هيلعبوا على شرفهم، من الاخر لو مش هيلعبوا رجالة بجد، يبقى بلاش يلعبوا. اللعيب اللي هيعجز، اللعيب اللي مش هيلعب راجل هيعجز معانا في التشكيل، هيعجز معانا في الماتش. انت ما ينفعش يخش فيك جون. انت كل الماتشات الغلسة، وسموحة من الماتشات الغلسة على فكرة، انت كل الماتشات الغلسة اللي كسبتها من غير ما يخش فيك جون. بيراميدز رايح جاي، سموحة اللي انت رايح تلعبه كسبته من غير ما يخش فيك جون. ده اهم حاجة، ان انت ما شباكك ما تتهزش. واحد زي احمد ربيع ما تعتمدش عليه، احمد ربيع ما ينفعش يا كابتن معتمد. الماتش ده يا باشا بتاع سموحة ده كسبته ان شاء الله، يعني كسبته. هتروح تلاعب هتروح تلاعب اتحاد العاصمة هناك، وانت معنوياتك مرتفعة. اتحاد العاصمة كده كده معنوياته مرتفعة لان هو لسه واخد كاس الجزائر. تمام. انت ما ينفعش تروح وانت خسران، متعصر. هتبقى متعثر 3 ماتشات ورا بعض كده، لا قدر الله يعني. ربنا يبعد عنا التعثر التالت. عايزين نفوق، مش هينفع اللي بيحصل ده. ناصر منسي، مش هينفع الأنانية دي. مش هينفع. انت اول ما فكرت في نفسك، بدأت تفكر في نفسك، خلاص خسرت كل حاجة. انت الاول كنت بتفكر في اللعب الجماعي، بتفكر للفريق. اول ما بقيت تفكر في نفسك يا ناصر، خلاص كده ما بقاش ليك اي لازمة. بقيت تضر نفسك وبتضرنا. احنا مش عايزين كده. احنا مستغنيين عن اي لعيب لو كان مين. لو هيضرنا مستغنيين عنه. احنا في فترة دلوقتي محتاجين كل بطولة ومحتاجين كل جنيه. ما انت ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمك وتاخد الدوري، مش هتخش افريقيا، مش هتخش ابطال افريقيا الا لما تدفع الغرامة اللي عليك، اللي هي 250 مليون. يعني محتاج لجائزة كل بطولة، محتاج لكل بطولة ومحتاج لجائزة كل بطولة. فاهمني؟ فانت يعني فكك من كلام احمد بلال، وفكك من كلام اي حد، وفكك من الانانيه اللي في دماغك، وفكك من هداف الدوري. احنا دلوقتي مش هتجيب انت 10 تجوان في ماتشين. انت العب للفريق، ما تلعبش لنفسك. مش شرط تلعب لنفسك. انت لما تلعب للفريق هتلاقي نفسك بتعلى. وده اللي كان بيحصل معاك الموسم اللي فات واواخر الموسم اللي قبل اللي فات. مش كده يا ناصر؟ متبقاش اناني. بقيت اللعيبه، عبد الله السعيد، انت خلاص، يعني انت الموسم ده هيبقى الفينش بتاعك. فانت يعني مش هينفع لعيب كبير زيك ينهيها كده. يعني مش هينفع لعيب
بحجمك الموسم بتاعه يتنهي كده. هي لازم الموسم بتاعه يتنهي ببطولة قارية وبالدوري على الأقل يعني. الدوري ده يا جدعان، الدوري ده بالذات طالع من عيونهم يا جدعان. احنا لازم ناخد الدوري ده. الدوري ده نفسه هو دوري سيد عبد النعيم. احنا الدوري ده لازم ناخده يا جدعان. هيحل لنا حاجات كتيرة جدا. هيرجعنا للمنافسة وهيرجعنا لأفريقيا، لأبطال أفريقيا، بدل ما احنا بقالنا 3 سنين بنلعب كونفدرالية. وأهم حاجة يا كابتن معتمد، أهم حاجة اللعيبة، الفرقة قافلة، الفرقة واقفة ورا، ما تلعبش الطولية. ما عندكش ما عندكش تيري هنري اللي يستلم ويلف ويشوط. ما عندكش تيري هنري اللي يستلم ويلعبك. ما عندكش مصطفى محمد، نتكلم بالمصري، ما عندكش مصطفى محمد اللي يستلم العالية ويحولها لفرصة او لجون. قافلين، يبقى ابني على الارض. وما تعتمدش على حسام عبد المجيد في الطلوع بالكورة. حسام عبد المجيد ما بيعرفش باصي كورة اصلا يا كابتن. بس اتمنى كده الفيديو خلص. لو وصلت لحد هنا انا بعشقك، بعشق اهلك. اخبط اللايك، اخبط الاشتراك لو انت مش مشترك. صلي على النبي. واتمنى ابقى فدتك. سلام.